اهلا بيكم، عاملين ايه؟ النهارده جايلكم فيديو جديد. معايا حله هي فاضيه، اقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. اولا بسخنها الاول على النار، وبعد كده هنزل فيها ب3 معالق او 4 من السمنه. وهسيحهم كويس، مش هسيحهم قوي يعني عشان ايه الطرطشه وان انت ممكن تتلاسع او كده. يا دوبك ساحوا معايا، حطيت عليهم معلقه كبيره قوي من الثوم. هبدا بقى اقلبها كده في السمنه. انا النهارده هعمل صلصة بتاعة الفتة. يعني انا هعمل الفتة، اول حاجة هبدأ بيها الصلصة. بحمر فيها بقى معلقة توم كبيرة. ومنزل عليها بقى بالخل. اسيبهم بقى حوالي نص كوباية من الخل ده لو انا هعمل كيلو من الطماطم. احمر التومية، مش هخليها تتحرق، يا دوبك كده تصفر. وانزل عليها بنص كوباية من الخل. اما تيجي تعملي صلصة الفتة لازم تتشي التومة بالخل، تديها طعم حلو جدا وكمان بتقل الصلصة. جبت القوطة بتاعتي بقى وضربتها في الخلاط كويس قوي. حابة تصفيها صفيها، مش حابة ممكن تحطيها كده لو انت الخلاط بتاعك بينعم القوطة قوي. خلاص انا كده بقى حطيت السمنة، لازم تعمليها بسمنة بزيت، لا السمنة لصلصة الفتة. ودي معلقة سكر كبيرة. لازم صلصة الطماطم يتحط لها اي طماطم بتحطيها على النار لازم تحط لها معلقة من السكر عشان تودي الحموضة بتاعة القوطة. هنحط معلقة صغيرة مليانة من الكمون ومعلقة من الفلفل ومعلقة من الكزبرة. بصوا انا الفلفل والكمون بتاعي عليهم ملح، فمش هضيف ملح الا لما اخلص خالص الصلصة بتاعتي وادوقها. لو عايزة اضيف ملح هضيف، مش عايزة يبقى كده تمام. حطيت مكعب من المرقة، المكعب ده بيخلي طعم الصلصة حلو جدا. انا عايزة اقول لكم انا ما اقدرش استغنى عن المكعب المرقة في الاكل بتاعي، ايا كان ايه هو الاكل بيدي طعم حلو قوي. لان انا ما بحطش بهارات، فبكتفي بمكعب المرقه كده. خلاص بدأت بالصلصه وركنتها بقى سبتها بقى تستوي مع بعضها. الصلصه بتاعتك ما تغطهاش، هتسيبي الحله بتاعتك مكشوفه. اول ما تطرطش بقى كده وتبدأ تغلي والميه بتاعتها تخلص منها، هتغطي الغطا، تحطي الغطا وتوربيه، ما تقفلوش خالص عشان الصلصه بتاعتك تفضل حمرا. معايا حلة تانية وهجيب فيها حوالي 3 معالق او 4 من الزيت وزيهم من السمنة، علشان هعمل رز الفتة. الرز الابيض بقى لما تيجي تعمليه هتحطي ورق رولة وحبهان، فصين بس من الحبهان عشان يديني ريحة وطعم حلو. وحطيت حوالي 3 فصوص من المستكة، لو كبار ولا يعني لو صغيرين 3، لو كبار يبقى فصين. خلاص يبقى في الزيت والسمنة لازم تعملي الرز بتاعك لو بشعرية او رز ابيض بالزيت والسمنة عشان يبقى مفلفل معاكي وطعمه حلو. هسيب بقى اشوح الورق الراولة والحبهان والمستكة مع بعض كده في السمنة، واغسل الرز كويس اوي واصفيه وانزل بالرز بعد ما السمنة تبقى تتقدح وتبقى سخنة. هقلب بقى كويس الرز بتاعي في الحلة لحد ما المية بتاعته تنشف منه خالص او يشخلل في الحلة. خلاص هبدأ بقى اقلبه كده كويس قوي علشان ما يعجنش. التكة ديت بتخلي الرز بتاعك ما يعجنش، قلبيه كويس قوي. وما بضيفش بس عليه غير الملح بس، ما تحطيش اي اضافات تانية. خلاص يبقى الحبهان والورق راولة والمستكة وسمنة وزيت ورز وبس على كده وملح. واقلبهم كويس اوي لحد ما ينشف من المية بتاعته، وانزل عليهم بقى بالمية. لو انتي مبتدئة لسه في عمايل الرز هتحطي كل كوباية رز كوباية مية، لكن لو انتي بقى متعودة هتعرفي تظبطيه. يبقى عقلة صباع مثلا او نحطي صباع كده في الرز لحد المية، بقى المية لحد عقلة الصباع. خلاص هقلبه بقى كويس اوي كده واسيبه يغلي لحد ما يشرب المية بتاعته. وبعد كده هوطي النار عليه، انقله على عين اصغر شويه. خلاص يبقى انا كده عملت الصلصه، هي بتغلي معايا ما غطيتهاش خالص. اول ما تبدا بقى تطرطش هي دوبك تتقل معايا هطفي عليها، مش هسيبها بقى ان هي تسبك قوي، لا يا دوبك تتقل. هنا الرز بتاعي هو بوريهولكوا وهو بيغلي، اتشرب شويه لسه كمان شويه. اسيبه بقى لحد ما الميه بتاعته تخلص منه. هنقله بقى كده، نقلته على العين الصغيره وطيت عليه وسبته بقى. يبقى انا كده عملت الصلصة وادي الرز. هنخش بقى على المرحلة التانية اللي هي العيش. انا ما بشتريش عيش محمص.
ما بعملش برضو العيش كده، يعني انا بحب اعمله فيه تكه حلوه قوي بعمله. هنا انا جبت الصلصه على عين صغيره شويه. كده لسه برضو ما خلصتش معايا. جبت الزيت بتاعي علشان ايه احمص في العيش. الزيت العيش بتاعي بقليه في الزيت ده. عايزه اقول لكم بيبقى طعم حلو حلاوه، بيبقى جميل جدا، طعمه حلو قوي. جربي ان انت تقلي العيش في الزيت. هتقولي لي الزيت غالي والزيت مش عارف ايه، هقول لك لا، لازم علشان تعملي اكله تديها حقها وتظبطيها علشان تتاكل. انا كنت الاول لما ما بحبش الفته خالص، لان بقى ايه كانت مامتي الله يرحمها كانت بتحط العيش دوت كده وتدلق عليه الشوربه وخلاص كده، وتنزل بالرز وبعد كده الايه الصلصه. فطبعا ما كنتش بحب الفته بالطريقه دي خالص، ما كنتش عمري اكلها، كنت اكل رز على صلصه وشكرا كده. لكن بقى حبيت اعمل التكه دي حلوه قوي، جربيها. اقلي العيش بتاعك في الزيت، وما تكتريش عيش، يعني خلي العيش طبقة صغيرة كده دوبك بس تفرديها كده في الصينية بتاعتك. هتبقى حلوة قوي. لو كترتي عيش هتتقل ومش هتبقى كتير، هتكتري عيش هتبقى تعملي كمية. لكن لو انت مثلا هتعملي لخمس افراد او اربع افراد هتبقى 3 ترغفة، ما تكتريش عن كده. وقطعته بالمقص كده زي ما انتوا شايفين، وحمرته في الزيت، حمرته مش متحمص، لا متحمر. كده الرز بتاعي خلاص استوى. العيش بتاعي حمصته اهوت، والصلصه خلاص طفيت عليها وغطيت عليها. لما لقيتها بقى ايه بتغرق الدنيا كده رحت مغطياها. والعيش بتاعي بقى جاهز. اجيب بقى اعمل ايه الطشه بتاعتي. معايا طاسه اهيت فيها سمنه بس علشان اعمل الطشه بتاعتي، ما تحطيش زيت. هجيب برضو معلقه من التوم كبيره قوي، علشان احمرها، اهي معلقه مليانه. انا طبعا عندي التوم دوت فرماه وشايلاه في الفريزر. اخد منه معلقه كبيره وابدا بقى ايه اديها لون كده مش حمرا قوي، يعني ما تخليش التومه بتاعتك تحمر منك قوي، يا دوبك تصفر. وهنزل عليها بمعلقه من الكزبره الناعمه. جربي الطشه بالطريقه دي هتعجبك. خلاص اقلب بقى التوم كده مع الكزبره. لو عملتي فته من غير الطشه يبقى انت كده ما عملتيش فته. لازم طشة التوم ديت بالخل بتبقى حلوة جدا في الفتة. خلاص بحمر بقى اول ما التوم بتاعك يدبل انزلي عليه بالكزبرة، متستنوش لما ياخد لون عشان الاتنين ياخدوا لون مع بعض. انزل بقى بحوالي برضو يعني ربع كوباية خل. خلاص عشان دي بس هنحطها على الوش، مش هنكتر خل كتير. خلاص كده هسيب بقى الخل والثوم والكزبره يغلوا مع بعض كده، ياخدوا غلوتين، لازم ياخدوا غلوتين كده مع بعض عشان تبقى ايه طعمها حلو وجاهزه معايا. خلاص كده هي بتغلي، تاخد غلوتين وتبقى جاهزه. هحط بقى من الطشه بتاعتي ديت على العيش. هنحط الاول الشوربه. عن شوربه مغليه هي سخنه قوي انزل بيها على العيش. عايزه اقولك ان العيش وانتي بتاكليه مش هتلاقيه معجن، هتلاقيه بيقرمش لسه في بقك كده وبيتمضغ. كده افضل بكتير، بدل ما تاكلي العيش معجن في الفتة بيبقى مش حلو خالص. وبرضه ما تكتريش من الشوربة، يا دوبك بس ايه الشوربة تغطي العيش، هو العيش هيشرب الشوربة. وخلاص كده نحط بقى معلقتين 3 من الدقة بتاعتنا ديت على العيش. بتدي برضه طعم العيش حلو قوي. خلاص هنسيب بقى ايه، حطينا كده حوالي 3 4 معالق من الدقة. وبعد كده بقى ايه نشيل الباقي علشان نحطه على الوش. الرز بتاعي استوى، هشيل بقى الورق دوت والحبهان على جنب كده، اشيله خالص وكده مش محتاجينه، خدنا الطعم بتاعه والريحة بيبقى حلو قوي. هبدأ بقى اعمل طبقة من الرز. طبقة تكون حلوة مش قليلة، تكون طبقة حلوة، اوزعها بقى في البايركس بتاعي كده. وطعمها حلو جدا. عايزة اقولك ان انت لو كلتي الفتة بالطريقة دي، لو انت ما بتحبيش الفتة هتعمليها كده وهتدمنيها. خلاص حطينا بقى الرز والشوربة، وبعد كده الرز قصدي العيش والشوربة والرز. وبعد كده احط بقى، بص الصلصة بتاعتي تقلت ازاي. احط بقى ايه صلصة. طبعا في حد ما بيحبش العيش، يا ماما مش هناكل كده بالعيش، لا هتاكلي. وعايزه اقول لكم ان هما كلوها عجبتهم قوي وكلوها. حطينا بقى طبقه كده من الصلصه بطريقه عشوائيه، يعني مش هنرسمها.
عايزة ترسميها برضو براحتك. هنزل بقى بدقة التوم بالخل ديت كده على الوش، حلوة قوي برضو. عايزة اقولك ما تحدقيش عشان الخل بيعمل مزازة كده، عشان متبقاش حادقة ومززة. خلاص كده، خلاص الفتة بتاعتي بقت جاهزة اهيت. هعمل بقى طبق صلصة للي عايز يزود. انا عايزة اقولك ان هم اصلا ما احتاجوش يحطوا صلصة اصلا، كانت هي تمام قوي كده بالكمية اللي انا حطيتها. كنت حاطة كمية كويسة يعني. قلت احط بقى صلصة علشان اللي حابب يزود. وحطيت بقى اللحمة كده على الوش. انا ما عنديش ضيوف ولا حاجة، بس دي ليا يعني والبيتي، انا وولادي، يبقى شكلها حلو وحاجة تتاكل. خلاص كده بقى، وانتي بتتفرجي على الفيديو ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتحطي لايك وتفعلي الجرس واختاري الكل. ومع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.